كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سؤال: لماذا خلقنا الله؟ جواب: خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا. سؤال: كم مرتبة الدين؟ جواب: مرتبة الدين ثلاثة وهي الإسلام، الإيمان، الإحسان. سؤال: ما معنى لا إله إلا الله؟ جواب: معناها لا معبود بحق إلا الله. سؤال: ما الطهارة؟ جواب: هي رفع العجز وإزالة الخبث. سؤال: ما الوضوء؟ جواب: طهارة ماهية لأعداء مخصوصة. سؤال: على من تجب الصلاة؟ جواب: على كل مسلم بالغ عاقل. أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعاء دخول المنزل: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. دعاء دخول السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سؤال: ما هو الإظهار لغة واصطلاحا؟ جواب: الإظهار لغة البيان، واصطلاحا فهو إخراج حرف الإظهار من مخرجه من غير زيادة في الغنة. سؤال: كم حروف الإظهار وما هي؟ جواب: حروفه 6 وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. أخذها علما حازه غير خاسر. سؤال: ما هو الإدغام لغة واصطلاحا؟ جواب: الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا فهو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. سؤال: كم حروف الإظهار وما هي؟ جواب: حروفه 6 وهي مجموعة في قولك يؤمن. سؤال: إلى كم ينقسم الإدغام وما هي؟ جواب: ينقسم الإدغام إلى قسمين، وهي إدغام بغنة ويسمى ناقصا. سؤال: كم حروفه؟ جواب: حروفه 4 مجموعة في قولك يؤمن، وإدغام بغير غنة ويسمى كاملا. سؤال: كم حروفه؟ جواب: حروفه 2
وهي اللام والراء. سؤال: ما هو الإقلاب لغة واصطلاحا؟ جواب: الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان حرف مع مراعاة الغنة. سؤال: كم حروف الإقلاب وما هي؟ جواب: حرف واحد وهو الباء. سؤال: ما هو الإخفاء لغة واصطلاحا؟ جواب: الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا النطق بحرف ساكن عار عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول. سؤال: كم حروف الإخفاء وما هي؟ جواب: حروفه 15، وهي مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. سفداتنا كم جاد شخص قد سما ثم أيما ذكيت فأنضع ظالما. حكم الميم الساكنة. سؤال: الميم الساكنة كم حالة لها؟ جواب: لها 3 حالات: إدغام متماثلين، إخفاء شفوي، إظهار شفوي. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بالتحفة الأطفال عن شيخنا الميد الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ سبيلي. فالأول الإظهار قبل أعرفي للعلق ذكر رتبت فلتعرفي. همز فهمت ما عين حاء مهملة ثم غين خاء. والثاني الإظهار ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام مرة ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. marka insha allahu 2014 ayaan soo bilownay qeybtan haweenka. weli ma dhimaninayo, laakiin inuu dhinto ayuu ku dhow yahay. gurigan yar waa maalintii labaad aan farta ku fiiqo, inta ayaan ku bilownay. waa xafladeedii labaad aan qabanayno. waa tii hore waxaa waaye waa 2019, teedii labaad waa tana. gurigan ayaan ku bilownay inakoo markaas 9 qof ah. waan soo wadnay alxamdulilah. 2017 waxaan gaarnay ilaa 30 iyo dhowr ah oo haween ah oo caruuran ku jirin. alxamdulilah waan soo wadnay. hadda waxaa noo joogta qeybta haweenka waxaa waaye waa 25 qof, 25 arday. dhanka caruurtana waxaa waaye waxay ku dhow yihiin 80 ilaa 90. laba qeybood waa qeyb haween ah iyo qeyb caruur ah. labadaba waxaa lagu baraa maadadan qur'aan ah iyo sharaa'ic iyo tawxiidka iyo ducada, axkaam tajwiidka, waxaan ku rahaa iyo waxii sharaa'ic islaamka oo dhammaan waa lagu baraa. baahida ugu weyn oo hadna haysto walaalayaal waxaa waaye hadda dhismaha baraagta inaan qodanno, musqul inuu maxaa la yihahdaye fence inaan soo xiro, ka bacdi guriyaasha iyo classroom aan ku bilaabno dhismihiisa. baahidayna ugu weyn waa intaa. dhegeysanaa ilmaha qur-aanka xifdiyeen maambiyoonka. horta arrinta maambiyoonka aad aan ugu farxay. macalinka allah idin barakeeya. maxaa waaye maambiyoonka shaqo badan ay xaafadda ka hayaan.
ilmahay hayaan shaqada cid baa sugaysa qur-aankana way xifdiyeen waa arrin lagu farx ninka bokeen walaalkeen isaaq daahir oo isagana madrasada ku gaday allah barakeeyo ajri axsanaad allah ka siiye annagana wixii la qaban karna waan la qabanaynaa 5 sano madrasada wixii laga dhisi kara kalaasi waxay noqoto waa la dhisaynaa asaga aan bala soo xiriireynaa insha Allah asagana allah barakeeyo anagana ajri allah naga sii dugsi oo maamooyin xaafadda shaqadeeda zaydka u haaya caruurtu maaragtay suuq fadhiyaan oo haddana arday oo waxaan aragnay soo bandhigeen meel kale magaaladan ka jirta malaha horta marka magaalada buuladan ninka dhahay buulo burwaaqa dhahay waa sax waay maamooyinka waxaan rabaa aniga inaan u mahad celiyo insha allahu annaga siduu walaalkay mheshimiwa cabdimaalikaas u sheegay mheshimiwa isaaq daahir garabaan u nahnay asaga dugsigan ama madrasadan ayaa safiir ama ambassador noogay wax allah wixii karaankaynana insha allahu tacaala waa in kala qabanayna oo dhismadeeda intaan fadhina hataa wax baan isu sheegnay laakiin annaga isku noqonayna wixii hadda sheekh wuxuu dhahay 10 gaari oo dhagaxaan dejinay dhulkii waa noola gaday 2 gaari oo jaay 1 gaari oo bacaadi marka inta ka dhiman insha allahu tacaala waxaan in kala qaban karno oo karaankayna waa in la garab taagana mheshimiwa isaaq daahir iyo mheshimiwa haro ana insha allahu tacaala noo maraysin ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم